تعالي اقولك ازاي تحولي شعر لونه اسود غامق جدا ما بيلقطش في اي صبغة للون بني طبيعي من غير ما نضر الشعرايه وتفضل زي ما هي من غير ما تتهلك. اول حاجه هتجيبي معايا ربع كيلو بودره من عند اي حد بتاع مستلزمات الكوافير، هتاخدي منهم معلقتين كبار. هتجيبي كمان معاهم اكسجين 30%. هتحطي كوبايه اكسجين كبيره على معلقتين البودره. ممكن تقللي الكميه لو انت شعرك قليل. هتخلطي الخليط وهتوزعيه على الشعر كله من الجذور لحد الاطراف بالتساوي. هتسيبيه حوالي نص ساعة وحسب ما يستجيب شعرك، وبعد كده هتشطفيه بمية حلو جدا، وبعد كده هتستخدمي بلسم عشان يبقى طري معانا. هيتشقر وهيبقى بالالوان المزعجة دي، ما تقلقيش منه خالص. هيبقى مليون لون في بعض. دلوقتي هنوحد اللون. هتجيبي صبغة درجة 6 من اي براند صبغة، دي ماكسيما اللي انا استخدمتها. هتفضي انبوبة الصبغة كلها، وبرده هتحطي نفس الحركة كوباية اكسجين برده 30% من نفس العلبة بتاعة الاكسجين. هتقلبيه كويس قوي، وبعد كده هتوزعي على الشعر كله. هتبدأي بالأطراف الأول أو بالجذور علشان تلقط أول حاجة. أهم حاجة إنك توزعي على كل الشعر بالتساوي نفس الصبغة. بعد كده بعد ما توزعي هتلفي شعرك بكيس أو بالكيس اللي انت حاطاه على كتفك. لفيه كده واربطيه بتوكة من الجنب. هتسيبيها لمدة ساعة ونص. هتشطفيها وتعمليها بالبلسم من غير شامبو. هيطلع معاكي اللون البني الخطير ده ومن غير ما الشعر يتضر. عايزه اقول لكم ان انا بتعب قوي في تصوير الفيديوهات دي وفي الايديت بتاعها علشان اقدر اوصلها لكم، فاستاهل لايك وكومنت على الفيديو.